العقار مش محتاج فهم بس، العقار ده سوق محتاج دراسة، أو تقعد مع مستشار عقاري يفهمك هو إيه اللي ينفع معاك وإنت جاي تختار. طيب، ناس كتيرة شايفة إن الاستثمار العقاري أو المستشار العقاري عادي، يعني ده هيجيب لي شقة أوضتين. بالعكس، أنا دكتور، ولما سبت مجالي بعد 16 سنة ودخلت الاستثمار العقاري دخلته على دراسة الاستثمار في العقار مش جاي ان انت تعرف شقة اوضتين ولا 3، لا. الاستثمار ده دراسة ايه؟ دراسة سوق، دراسة اقتصاد، ودراسة اسواق مختلفة، سوق الذهب، سوق البورصة، سوق السندات. كل ده لازم تذاكره عشان تعرف تتكلم عن الاستثمار العقاري، لان لازم احط المقارنات دي وانا جاي قاعد مع حد بيتكلم في الاستثمار. بس على فكرة، شغلانة الاستثمار العقاري في مصر عاملة زي الدكتور بالظبط. وظيفته ايه المستشار العقاري؟ يقعد معاك يسمعك زي الدكتور، بيقعد معاك يسمعك، بشتكي من كذا واشتكي من كذا، وبيقعد يكتب الأعراض، وفي الآخر يقول لك أنت مريض بكذا. نفس الفكرة في الاستشارات العقارية. المستشار العقاري بيقعد معاك وبيسمع أنت عايز إيه، بتفكر في إيه، عايز تكسب، عايز تستثمر، عايز تعيش، وبيقعد يكتب، وفي الآخر بيلخص لك اللي أنت قلته ده ويقول لك اللي أنت بتقوله ده كله ينفع في ال5 مشاريع دول. تعال نبتدي نبص عليهم.